السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من برنامج قهوه الزملكاويه. مضمون الحلقه دي ان انا جاي اتكلم عن لقاء النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف. لكن قبل ما ابدا في مضمون الحلقه انا جاي اكلمك في حته النهارده حصلت ممكن ما كنتش خدت بالك منها في لقاء الارسنال ونادي مانشستر سيتي. في بدايه اللقاء افتتح المعلق التونسي كبير المعلقين الكابتن عصام الشوالي افتتاحيه لقاء الارسنال ومانشستر سيتي بمقدمه تاريخيه. مش عايز اطول عليك في الحته دي، لكن عايزك تستمتع بالمقدمه التاريخيه اللي قالها النهارده في اللقاء. استمتع بيها. حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة فكان وهم، وعن جيش لا يقهر فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم انهم مجرد بالونه وهم؟ فعلا وهم وبالونه كبيره، وهتفضلوا في عيون العالم كلها بالونه. والقضيه الفلسطينيه ستنتصر النهارده غدا ان شاء الله. في يوم من الايام فلسطين هترجع لاهلها وهترجع لنا كعرب تاني. مش عايز اتكلم في النقطه دي كتير عشان خاطر الفيديو ممكن ينحصر، لكن تعالى بقى نبدا لقاء النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي اللي انتهى بفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف. انا جاي النهارده اسير الجدل واقول لك النهارده ان انا مش مقتنع بموديس. هتقول لي وليه ادى؟ هقول لك بص يا سيدي، الراجل بدني ميت، يعني قدامه شغل كتير جدا هيروح فيه، يعني مش عايز اقول لك اكتر من نص الموسم. الراجل بدني تقيل، راجل مش عارف يفنش. هل ده من البدني؟ الله اعلم. مارسيل كولر هيبقى عنده شغل كبير جدا، وما تجيش تنتقدني دلوقتي لحد ما تشوف موديست هيعمل ايه. النهارده الراجل ما قدمش ولا 10% من مستوى مهاجم الاهلي كان منتظره. انت بصيت عليه في اكتر من لقاء عمل ايه؟ مفيش جديد، مش المهاجم اللي يخطف نظر. وعشان ارجعك لنقطه اللي انا قلت لك، الاهلي لما يدفع الارقام الكبيره دي كلها كان ممكن يجمع ده ويزود عليه ويجيب المهاجم الصاروخي موليكا، لكن كل واحد وليه دماغ زي ما قلت لك. انا ما اقدرش احكم، ممكن دلوقتي ناخد فتره طويله شويه على نبدا نحكم عليه. انا مش كده، انا ببص للمهاجم عن طريق حاجه واحده بس، ان الراجل هيقدر يفنش كويس. موديست ما قدرش يقنعني بحاجه زي كده. ما هتجيش تنتقدني وانت ما شفتش المهاجم بتاعك قد لحد النهارده بربع جنيه، ان تستنى مهاجم بقالك اكتر من 5 سنين وفي الاخر يجي لك ده. صح ولا انا غلطان؟ المهم النادي الاهلي في الشوط الاول ما كانش كويس. النادي الاسماعيلي كان بيلعب اكتر، مستحوذ اكتر، اخطر من النادي الاهلي. ده اللي انا كنت شايفه. لو بصيتوا عشان تعرف ان انا مش كداب، بص على الاحصائيات. الاسماعيلي اكتر في الاستحواذ، الاسماعيلي اكتر في الهجمات، الاسماعيلي مستحوذ اكتر وبيجاري النادي الاهلي. لكن الاهلي عنده نقطه ان هو فريق كبير، قدر النهارده يستغل سرحان دفاع النادي الاسماعيلي ويجيب الهدف الاول ويزوده بالثاني. النهارده الاسماعيلي انا عايز رساله من هنا، ما يستمرش على الاداء بتاع السنه اللي فاتت. اي نعم عمل ماتش كويس، نتمنى ان الاسماعيلي النهارده يكمل بنفس المستوى اللي قابل بيه الاهلي عشان ما يرجعش لنقطه السنه اللي فاتت واللي قبلها وينافس الهبوط. وجماهير النادي الاسماعيلي تحط ايديها على قلبها ومستنيه الاسماعيلي يفوق من الكبوه اللي هو فيه. النادي الاسماعيلي هيبقى عنده ضغط عشان خاطر بقاله اكتر من موسم في منطقه الهبوط، فالمفروض يكون اتعلم من كل اللي حصل ده ويبدا موسم جديد. اي نعم هو الموسم السنه دي احسن بكتير من كل موسم، لكن برضه الاسماعيلي بيجي له كبوه بتقعد معاه فتره طويله. نتمنى من لعيبه الاسماعيلي انها تركز اكتر عشان خاطر يكون اللي جاي احسن بالنسبه للجماهير. النادي الاهلي النهارده بيبقى عنده حاجه انا عايز اقولها لك. هتقول لي ايه؟ الاهلي السنه اللي فاتت كسب حسين الشحات وبيرسيتا ومستمرين بنفس الاداء الممتع الممتاز مع النادي الاهلي. ما تقوليش عشان انا زملكاوي مش هقول الحقيقه، لا، هم عملوا ماتشات كويسه من الاهلي من الموسم اللي فات ومكملين بنفس الاداء. هم دول اللي شايلين النادي الاهلي. السنه اللي فاتت كان مروان عطيه شايل نص ملعب ومديهم اريحيه، النهارده هم عاملين فارق كبير مع النادي الاهلي. بص بقى تعالى اخدك في نقطه امام عاشور والقصه اللي حصلت دي كلها والاصابه. وانا نزلت الفيديو عندي هقول لك على حاجه. انا كزملكاوي كل الزملكاويه ما بيحبوش امام عاشور، كل الزملكاويه شمتانين في امام. ممكن يكون كلامك صح، لكن مفيش راجل عاقل او فيش زملكاوي نضيف يتمنى الاصابه لامام عاشور. اي نعم كل واحد او انا منهم زملكاوي ما اتمناش ان امام عاشور يكون بدل، لانه كان اللاعب بتاعي وسابني تمام، لكن ما اتمنوش الاصابه. مفيش راجل عاقل في الدنيا او بني ادم سوي، انسان سوي يقبل اصابه لاي لاعب كان. محدش من جمهور الناس هنا امام عاشور وانا اولهم، مفيش دعم عشان تبقى منتهين من النقطه دي، لكن محدش هيتمنى زي ما قلت لك اللاعب الاصابه. فما تجيش تقيس بوستين على الفيس او بوستين على تويتر، كل كلام بوست يعني على الفيس او على تويتر، وتيجي تقول لي بوست الزملكاويه. ما تجمعش يا باشا. اي نعم كلهم مش هيبقوا نفس الكلام اللي بكلمك فيه ده، يعني ما حدش كلهم هيبقى زي رايي، لكن انت فاهم وانا فاهم ان ده لاعب سابق للزمالك وواحد قال فهيبقى مقروء من كل الزملكاويه، مفيش دعم ليه. لكن ما حدش زي ما قلت لك بني ادم عاقل يتمنى اللاعب الاصابه. الاهلي بقى قدر يحصل على علامات كامله من 3 ماتشات ب9 بونت، وشكل الدوري هيبقى سخن عشان المنافسه مشتعله بين كل الفرق. والدوري السنه دي الصراحه ممتع بين كل الفرق. اي ماتش تسمعه الفرقتين اقوياء والفرقتين متعاملين كويس، وماتشات تحب ان انت تتفرج عليها. ان
شاء الله يكون الاستمراريه على نفس الاداء ده، ونتفرج على دوري مصري كويس الفتره الجايه. دي كانت ملخص اخبار حلقتنا، ولو اول مره تشوفني دي حاجه غريبه جدا، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأنزة لو الزملكاويه، سلام.